عودة الملك. مجموعة من كبار الشياطين مجتمعة بجانب عرش كبير وفارغ يتناقشون بحدة في موضوع ما. الشيطان الأول: لقد مات تأديس ومن قبلها أخوها حزق، وبذلك انقطع نسل الملك ويجب أن نختار حاكما جديدا. الشيطان الثاني: الملك لم يمت، لقد تحرر من أسره. الشيطان الثالث: أين هو إذن؟ الشيطان الرابع: سمعت أن من حررته ساحرة عربية قامت بربطه لخدمتها. الشيطان الثاني: هل أنت أحمق أم تتحامق؟ لا يمكن لأحد تسخير الملك. الشيطان الأول: أين هو إذن؟ ولماذا لم يعد ليحكم مملكته؟ صوت من ورائهم: لأنه لا يريد أن يحكم مجموعة من الخونة. التفتت الشياطين مفزوعة بعدما تعرفت على الصوت الذي خاطبهم، ووقفت دون أن تنطق وهي تشاهد الشيطان الأسير وعلى جسده آثار قتال عنيف. خرت الشياطين على ركبها عندما رأت ملكها خارج القصر، وقال أحدهم بعدما زحف واقترب من الملك وبدأ بتقبيل قدمه: عرشك بانتظارك أيها الملك. الشيطان الأسير بازدراء: عن أي عرش تتحدث؟ الشيطان الأول بتوتر: عرشك يا سيدي، وهل هناك غيره؟ الشيطان الأسير وهو يشير لعرشه: اذهب أنت واجلس عليه. الشيطان الأول باستغراب وتوتر: أنا؟ الشيطان الأسير وهو يصرخ بغضب: نفذ ما أمرتك به. نهض الشيطان مرعوبا وجلس على العرش وهو يرتجف من الخوف. الشيطان الأسير وهو يتمعن في الشيطان وهو جالس على العرش: كيف وجدت العرش يا خائن؟ الشيطان الأول وهو ينهض من العرش بخوف: أنا كنت وما زلت وفيا لك يا سيدي. تقدم الشيطان الأسير بضع خطوات نحو العرش، ثم وضع راحة يده الكبيرة على رأس الشيطان وقبض على رأسه وفصله عن جسده. وسط خوف ورعب استحوذ على بقية الشياطين. الشيطان الأسير وهو يجلس على العرش: اقتتلوا فيما بينكم، ومن يبقى في النهاية سيعطى فرصة لإثبات ولائه. في لمح البصر اشتبكت الشياطين ثلاثة بعضها مع بعض في قتال دموي، بينما كان الشيطان الأسير يراقبها بصمت. وبعد قتال لم يدم طويلا بقي شيطان واحد، وكان يدعى خنبز. وبالرغم من إصابته البليغة في القتال مع الشياطين الأخرى، إلا أنه انحنى أمام ملكه وقال: بماذا تأمرني يا سيدي؟ الشيطان الأسير: أمرك بأن تقتل أهلك كلهم ولا تبقي من نسلك أحدا. خنبز: دون تردد، أمرك. خرج الشيطان ونفذ ما أمره به الشيطان الأسير، وبعد عدة ساعات عاد وانحنى أمامه وقال: بماذا تأمرني يا سيدي؟ الشيطان الأسير: أن تساعدني في إعادة مملكتي لسابق عهدها. خنبز وهو منحني: ما زال الجيش كما عهدت وينتظر إشارتك للبطش بأي مملكة تشاء. الشيطان الأسير: ليس قبل أن أستعيد كبريائي. خنبز: ومن يجرؤ على مس كبريائك أيها الملك؟ الشيطان الأسير: حفنة من الشياطين الفارسية. خنبز: أعطنا الأمر وسأوجه الجيش بأن يتحرك الآن ويبيدهم جميعا. الشيطان الأسير: لا، ليس الآن. خنبز وهو ينحني: كما تشاء أيها الملك. الشيطان الأسير وهو ينهض من عرشه: أرسل في تقصي مصير إنسية. خنبز: إنسية؟ الشيطان الأسير بغضب: لا تجادل واستمع. خنبز وهو ينزل رأسه بخوف: أمرك. الشيطان الأسير: إنسية قاتلت في جبل آريانا معي، على الأرجح أنها ماتت، لكني أريد التأكد ومعرفة حقيقة مصيرها. خنبز: سأرسل ما يتقصى الأمر، هل تأذن لي بالانصراف؟ الشيطان الأسير وهو يشير بيده: انصرف. رحل خنبز تاركا الشيطان الأسير وهو يناجي نفسه ويقول: أعرف بأنك مت، لكني أريد أن أعرف على يد من كي أمسحه من على وجه الأرض. خلال ذلك دخلت شيطانة على عجالة وانحنت أمام الشيطان الأسير بابتسامة عريضة وقالت: افتقدنا ظلك أيها الملك. الشيطان الأسير وهو ينظر للشيطانة بتجهم: أين كنت عندما كان الخونة يتقاسمون عرشي ومملكتي يا غنقة؟ غنقة وهي لا تزال منحنية.
كيف لقائدة بسيطة مثلي أن تتدخل بين وزرائك؟ الشيطان الأسير وهو يصرخ غاضبا: وزرائي خونة. غنقة وهي لا تزال منحنية: الشيطان الأسير، أين كنت عندما قتلت أديس؟ غنقة: أهتم بالفيلق الذي وكلت به أيها الملك، ثم إن السيدة أديس لم يكن مرحبا بها من قبل وزرائك، ولم تكن تتواجد في المملكة كثيرا. الشيطان الأسير: قتلهم لن يشفي غليلي منهم. غنقة: بماذا تأمر أيها الملك؟ الشيطان الأسير وهو يقف ويدير ظهره لغنقة: إبادة. غنقة وهي ترفع رأسها: لمن؟ الشيطان الأسير: لكل من خان وارتد، لكل من ذكرني وأبنائي بسوء، هم وأبنائهم وأهلهم. غنقة وعلى وجهها التوتر: ستكون مجزرة أيها الملك، هذا يعادل نصف شعبنا. الشيطان الأسير: لا تقفي إذن، وابدأي بالتطهير، ولا تبقي صغيرا أو كبيرا منهم. غنقة وهي تقف وتأم بالخروج. عمرك قادت غنقة حملة تطهير واسعة ومذابح بين صفوف شعب الشيطان الأسير، واستعانت بالجيش الذي تولت قيادته مؤخرا لهذا الغرض، والذي كان الأكثر ولاء للملك وأكثر قدرة على تنفيذ رغبته. استمرت تلك المذابح لأيام طويلة قبل أن تنتهي وتقضي على نصف شياطين المملكة، ما بين شياطين بسيطة وشياطين محاربة في صفوف الجيش. انقلبت بعد توجيهات الشيطان الأسير بإبادتها. بعد انتهاء الحملة وجه الملك بتجنيد جميع من تبقى، ولم يستثني أحدا سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أو أنثى، وحول شعبه بالكامل لجيش ضخم، جزء منه متمكن وجزء منه ما زال تحت التدريب. دخلت غنقة يوما بعد انتهاء حملة التطهير على الشيطان الأسير وفي يدها رأس آخر المرتدين، وقالت وهي تنحني أمامه: تم تنفيذ كل ما أمرت به أيها الملك. الشيطان الأسير وهو واقف بجانب عرشه ويحدق به: لم أعد أجد عزة في الجلوس على هذا العرش. غنقة وهي ترفع رأسها: لماذا أيها الملك؟ لا يوجد أحق منك ليعتليه. الشيطان الأسير وهو يحدق بالعرش: لن أجلس عليه قبل أن أمسح بهم الأرض. غنقة: أعطني إشارة وسأحرك جحافل جيوشنا نحوهم، لكن أخبرني ما هي تلك المملكة التي آن وقت زوالها. الشيطان الأسير بغضب: ليسوا بمملكة، ليسوا حتى بقبيلة ذات نسل، ليسوا سوى مجموعة من اللقطاء تكالبوا علينا كالكلاب. غنقة بتوتر واستغراب: عليكم؟ الشيطان الأسير: هل عاد خنبز من المهمة التي أرسلته فيها؟ غنقة: ليس بعد أيها الملك، لكنه يرسل رسائل مع بعض الشياطين من وقت لآخر. الشيطان الأسير وهو يلتفت على غنقة باهتمام: ما فحواها؟ غنقة: يقول إنه اقترب من الوصول لحقيقة، لكنه يحتاج وقتا أكثر. الشيطان الأسير: أرسلي له وأخبريه أنه إذا لم يعد قبل اكتمال القمر فليبقى حيث يكون، لأني سأقتله لو عاد بعدها. غنقة: أمرك. الشيطان الأسير يحدق بعرشه بصمت: غنقة: هل تأمرني بشيء آخر أيها الملك؟ الشيطان الأسير: هل ما زال سيفي في مكانه؟ غنقة: نعم أيها الملك، فلا أحد يستطيع تحريكه من مكانه غيرك. هل تحتاجه لأمر ما؟ الشيطان الأسير: سأحتاجه عندما يصلني الخبر من خنبز. انصرف الآن.